السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبصحة وسعادة يا رب. النهاردة بإذن الله هنعمل لكم أسهل طريقة لعمل الكاتشب في البيت. احنا قبل كده عملنا المايونيز مع بعض، وإن شاء الله النهاردة هنعمل الكاتشب. موجود جنبنا، هيبقى في البيت، الأولاد بتحبه جنب البطاطس المحمرة، جنب المشويات، جنب أي حاجة بنحبها. إن شاء الله بإذن الله يا حبيبتي طريقتنا تعجبكم. خليكم معانا لآخر الفيديو، وبإذن الله فيديوهاتنا دايما تكون عند حسن ظنكم. معانا يا حبايبي الصلصه بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها واللي احنا عملناها كذا مره في فيديو وفي فيديو اكلات كتير. معانا الصلصه زي ما احنا شايفين كده، هي على النار، احنا لسه حاطينها حالا على النار زي ما احنا شايفين كده. نحاول نخففها بالميه وما نخليش السمك بتاعها تقيل جدا، لان لسه هنحط عليها نشا طبعا عشان الكاتشب. بصوا الصلصه بتاعتنا حمرا ازاي وجميله. بصوا يا حبايبي، اول حاجه هنعملها المكونات بتاعتنا ايه. المكونات بتاعتنا هنا البهارات اللي هنحطها على الصلصه: ملح، فلفل، توم باودر، وبصل باودر. دي الحاجه الوحيده البهارات اللي احنا هنحطها على الصلصه بتاعتنا: ملح وفلفل، توم باودر، وبصل باودر. هننزل بيهم على الصلصه زي ما احنا شايفين كده حبايبي. ونقلب المكونات بتاعتنا كلها مع الصلصه زي ما احنا شايفين كده. كده احنا ما حطيناش اي حاجه غير البهارات بتاعتنا بس، اللي هي الملح والفلفل والثوم البودر والبصل البودر بس. معانا هنا يا حبايبي المقدار ده، خليكم ركزوا معايا عشان تقريبا المقدار اللي معايا دوت تقريبا نص كيلو طماطم او نص كيلو صلصه زي ما احنا شايفين كده. هنعمل ايه؟ معانا نص كوبايه خل زي ما انتم شايفين كده حبايبي اهو، نص كوبايه خل هننزل بيها على الصلصه، ونفس المقدار بالظبط بنفس الكوبايه نص كوبايه سكر. تمام اهو، وننزل بيها كمان ونكمل تقليب مع بعض. اسهل طريقه ممكن تتخيلوها لعمل الكاتشب، اسهل حاجه خالص ممكن تعملوها، وهتوفري على نفسك كتير طبعا زي ما احنا متعودين مع بعض يا حبايبي. وان شاء الله باذن الله يطلع نتيجته جميله جدا وتحفه، وان شاء الله تنور رضاكم. هنسيب المكونات بتاعتنا كلها تستوي كويس جدا على النار زي ما احنا شايفين. طريقة سهلة جدا وجميلة وسريعة، وان شاء الله بإذن الله كمان مش مكلفة. معانا هنا يا حبايبي في المقدار بتاع الكوباية دوت اهي، بنفس مقدار المعلقة دي معلقتين نشا. تمام اهو، مش مليانين قوي. هندوبهم في مية، هوريها لكم حالا. هنا زي ما احنا شايفين المكونات بتاعتنا بتغلي اهي مع بعضها زي ما احنا شايفين كده حبايبي اهو. بصوا لون الصلصه جميل ازاي، هيطلع الكاتشب تحفه باذن الله. معانا هنا طبعا المعلقتين النشا اللي احنا قلنا عليهم، بدانا ان احنا ندوبهم مع بعض في الكوبايه زي ما احنا شايفين كده اهو اهو يا حبايبي. تمام، اول ما النشا يدوب هنبدا ننزل بيه على الكاتشب مع بعض يا حبايبي. واحنا بننزل بالنشا في الميه لازم نبدا نقلب كويس جدا عشان النشا وهو نازل ما يكلكعش مننا اهو. دي تعتبر اخر خطوه في عمايل الكاتشب. هنعمل ايه؟ اول ما نحس 5 دقايق بالظبط، نحس بس ان النشا استوى كويس مع الكاتشب عشان ما يبقاش طعمه باين في الايه، في الكاتشب بتاعنا. لازم النشا يستوي الاول. اول ما النشا يستوي هنقوم طافيين عليه، هنديله كمان 5 دقايق بس من التقليب المستمر. تمام، وبعد كده نقوم طافيين عليه زي ما احنا شايفين كده حبايبي اهو. خمس دقايق بالظبط من التقليب المستمر عشان النشا بتاعنا يكون استوى وما يبانش طعمه جوه الكاتشب. كده يا حبايبي الكاتشب بتاعنا يكون خلاص استوى وطفينا كمان عليه اهو.
وان شاء الله باذن الله فيديوهاتنا دايما تعجبكم وتنول اعجابكم، ونكون دايما عند حسن ظنكم، ونكون بنقدم لكم حاجات سهله وسريعه وخفيفه، وان شاء الله تكون في متناول الجميع. وان شاء الله يا حبايبي نشوفكم في فيديوهات جايه كتير، وما تنسوش الشير يا حبايبي، وما تنسوش اللايك والاشتراك على زر الجرس عشان باذن الله دايما يوصل لكم مننا كل جديد. ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.